السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك وكملوا معايا الفيديو للآخر. اليوم كده بدأ بقى بغرفة الأطفال، لأن بصراحة هي كانت بتطنش. هو الفيديو كان بادئ من بالليل، لأن طبعا الوقت اللي أنا بنشط فيه اللي هو الوقت اللي هو ما بين الفطار والسحور. قلت بقى أنضف غرفة الأطفال كده، لأن هي كان بقى لها فترة كبيرة يعني كنت مهملة فيها. والحمد لله تم التنظيف على خير ورشيت المعطر. عايزه اقول لكم انا فعلا بتعامل معاها ان هي مخزن، او عارفين اي حاجه مش عايزاها برميها فيها. فان شاء الله باذن الله ربنا يكرم كده واجيب سرير تاني علشان ابطل ارمي بقى كل حاجه فيها كده، واعملها ان هي حاجه مش في الشقه، عارفين انتوا اللي هو حاجه برمي فيها اي حاجه مش محتاجاها وخلاص. وهنا كده كان الريسبشن شكله بالليل. هو ده المفرش بتاع السفرة، بوريكم انا بفرشه ازاي. بحطه هنا بقى علشان خاطر الكنبة دي ما تتبهدلش. وطبعا كنت مشغلة الاضواء بقى والقرآن. عارفين انتوا بقى حالة السكينة اللي هي لما الناس اللي في البيت كده تبدأ تنام وانتوا بقى تنضفوا كده وتشغلوا قرآن كده. حالة السكينة اللي هي بتيجي في البيت كده، فاللهم لك الحمد. طبعا كنت راضية مليون في المية. عارفين الفترة اللي بتكونوا تعبانين فيها ومش قادرين تعملوا فيها حاجة دي، فأي حاجة بقى بخلصها بالليل بصحى بكون مطلعة الحاجة اللي أنا هعملها فطار. تفك لو حاجة عندي في الفريزر يعني، وبعمل الحاجة اللي قدامي على طول. اليوم ده بصراحة ما كانش عندي طاقة اعمل حاجة خالص، كان عندي الفراخ زي ما هي متبلة كده. انا يعني الفترة اللي قبل رمضان بدأت اشيل الحاجة متبلة علشان خاطر اطلع على التسوية على طول في رمضان. عملت شوية رز بشعرية كده وشوربة خضار. قلت بقى نريح معدتنا من المحاشي والكلام ده كله. وكنت حاطه في شوربة الخضار كده كوسة وجزر وبسلة وبطاطس وقطع فراخ برضو. واللهم لك الحمد الاكل كان زي الفل. انتوا شايفين بقى اللي هو سخن بقى بسرعه بلحق اصور قبل المغرب ما تأذن. اللهم لك الحمد الاكل كان زي الفل. وحرفيا انا بعمل الاكل على القد بالظبط، يعني ما كانش فيه اكل تاني غير هما شويه الاكل الموجودين دول. كل واحد الورك بتاع الفرخه بتاعه، وشويه الرز وشوربه الخضار، لان انا حرفيا من النوع اللي ما باكلش اكل بايت يعني. ودي من احدى المساوئ اللي الناس اللي ما بتاكلش اكل بايت هتبقى فاهمه انا بتكلم عن ايه لما بيكون في اكل بايت. اللي هو مين هياكله بقى عشان انا مش هاكل. فالحمد لله يا رب. ده كده كان شكل الاكل، كان زي الفل. والواحد حس بقى، عارفين بقى شوربه الخضار كده بتحسوا ان انتوا انا معدتي مرتاحه بقى بعيد عن التسبيكات والاكل اللي هو تقيل على النفس. لان حرفيا الواحد بيكتر اكل طبيعي طبيعي بيحس ان هو مش قادر يعمل اي حاجه، مش قادر يروح في حته. لكن انا طبعا قلت لا ان شاء الله هقوم كده وهخلص كل اللي ورايا. ده طبعا كان منظر المطبخ بعد الفطار، اللي هو حرفيا كل حاجه متبهدله. وطلعت الصاج بتاع الفرن ده، قلت علشان خاطر اسوي الفراخ على طول تحت، فكل حاجه حرفيا كانت مبهدله. القماشه اللي احنا بناكل عليها في الارض كانت الفتافيت حرفيا في كل حته. اللي هو انا محتاجه اغسل الاطباق دي ومحتاجه اروق على المطبخ كله. طبعا زي ما وريتكم كان الريسبشن اللهم لك الحمد نظيف من بالليل. بشغل المكنسه بس بشفط وخلاص، لان انا كده كده كنت لسه منضفه الريسبشن يعني تنظيفه عميقه، فما كانش محتاج مجهود. واللهم لك الحمد نظفت الرخامه كده، وغسلت البوتاجاز وكل حاجه كده كانت متلمعه زي الفل. وانا بوريكم بس ان انا بحط الصينيه هنا، ولكن اللهم لك الحمد هو البوتاجاز بتاعي نضيف. بس العين الكبيره دي مفيش حاجه حرفيا، انا مش عارفه ايه اللي حصل لها، يعني انا اصلا مش قادره افتكر ايه اللي حصل لها وصلها للحاله دي. بس هي مهما استخدم بقى ملح ليمون بيكربونات ستريس لهلوبه، بصوا مهما استخدم ميه بتغلي الحاجات دي حرفيا ما بتطلعش. اللهم لك الحمد كده كل حاجة كانت زي الفل. نظفت كل حاجة كده ولمعت الدنيا. والمطبخ كمان كان بيبرق. عارفين انتوا اللي هو انا ببدأ يعني بدأت اللي هو فكرة ايه، انا مش هموت نفسي في التنظيف، وفي نفس الوقت انا مش هخلي مثلا البيت يوصل لدرجة ان هو تحس ان هو مهجور او مفهوش بني ادمين. اللي هو بمعنى اصح مش هسيبه يتبهدل قوي، وفي نفس الوقت برضو مش هموت نفسي في التنظيف.
والحمد لله كمان كان المطبخ زي الفل. ودي صينيه الكنافه اللي انا عملتها المره اللي فاتت، بوريكم ان هي اللهم بارك كانت جميله جميله. لكن كان فيها عيب واحد بس، هو ان الشربات كان تقيل تقيل قوي بقى. عارفين انتوا اللي هو تقيل عامل زي عسل النحل. دخلت كده غرفة النوم، ودي بقى كانت البهدلة كلها حرفيا هنا. انا بحاول على قد ما اقدر اللي هو ايه، خلاص مثلا هنضف يوم او يومين في الاسبوع، لكن هاخد بقى فيهم البيت كله، بحيث ان انا يعني ايه ال اليومين اللي في النص او الثلاث ايام اللي في النص بين التنظيفة والتنظيفة تبقى لملمة بس. عارفين بقى بلملم، بعمل الفطار، بنغسل اطباقنا، بنعمل السحور وخلاص، علشان خاطر كمان الواحد يقدر ان هو يتفرغ للعبادة. طبعا شايفين منظر الغرفة حرفيا متبهدلة. كنت سايبة الانوار بره شغالة طبعا زي ما هي، وقلت بقى لا، انا ابدأ بقى كده انضف الغرفة دي، لان حرفيا عارفين انتوا الاوضه دي بالذات لو مش نظيفه الواحد بيحس بانهيار، او الطاقه كلها بقى بتيجي للواحد كده وهو نايم. فبحس بصراحه ان هي كبسه على نفسي طول ما هي مش نظيفه. ودي بس بوريكم كميه الحاجات اللي كانت واقعه من السجاده، اللي هو يعني يا جدعان انا لو هجري البيت مش هيحصل الفتافيت والحاجات اللي واقعه في الارض دي كلها. ولكن طبعا اللهم لك الحمد شيلت ومسحت. وحطيت الملاية اللي انا كنت يعني فرشاها اصلا مخصوص علشان خاطر رمضان، وشغلت الاضواء كده ورشيت المعطر. وحرفيا يعني الواحد لما بيحط نظام لنفسه بقى في التنظيف، في الاكل، في المعيشة كلها عامة، لا بيرتاح. اللي هو خلاص بقى انا نظفت البيت كله زي الفل، كل حاجة في مكانها، انا مرتاحة نفسيا. عملت اللي عليا، في نفس الوقت عندي فرصة ووقت ان انا اعبد ربنا، لان احنا عارفين يعني شهر رمضان ما بيتكررش، والاحداث اللي حوالينا دي كلها الواحد اصلا يعني مش عارف الدنيا هترسى على ايه. فمهما كان، مهما بقى كانت الدنيا واخدانا بقى تنظيف روتين مش عارف ايه، لا يا جدعان احنا ممكن اصلا في لحظة واحدة بس الانسان يسيب كل ده. الدنيا ما فيهاش حرفيا اي ضمانات خالص. ربنا يا رب يختم لنا كده بختمة السعادة اجمعين. وهنا كده كنت طفيت الانوار كده، وقلت اوريكم بقى شكل الريسبشن في الاخر، ان هو اللهم لك الحمد كل حاجه نظيفه، كل حاجه بتلمع، كل حاجه في مكانها. فالحمد لله الحمد لله كل حاجه كانت زي الفل. طبعا كنت بقى بقفل الشقه. ليه قولوا لي بقى ليه؟ لان خلاص يعني كنت معزومه بقى عند بيت اهلي وكده. ف قلت بقى اسيب كل حاجه نظيفه زي ما هي، واللهم لك الحمد فعلا كل حاجه كانت زي الفل. قلت هنام بقى علشان خاطر الصبح بقى نتحرك ونروح عند بيت اهلي. وحرفيا ما كنتش متوقعه ان ماما ربنا يديها الصحه هتعمل لنا كل كميه الاكل ده، اللهم لك الحمد. عملت لنا محاشي وجلاش وكفته وفريخ ولحمه وكل حاجه. انا عايزه اقول لكم هو ده شكل الاسدال اللي انا كنت هجيبه. يعني بعد ما طلبته لغيته، لان انا لقيت ده حرفيا كنت ماشيه في الشارع، فلقيت محل عارضهم. عايزه اقول لكم القماشه اجمل مما تخيلت 100 مره. فاللهم لك الحمد. عارفين ان الانسان بيبقى عايز حاجه، انا كنت هجيب الملحفه دي بس خلاص بقى ربنا قدر ان انا اجيب حاجه تانية خالص. وده بقى كان شكل الاكل اللي امي ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب عملته لنا. وبكده يكون فيديو النهارده انتهى. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.